ماشي، هو الاسباب فنية بصراحة. الفيديو اللي فات وقف وما كملش. خليني احاول اكمل الجزء اللي فاضل في الفيديو ده. طيب. كان النقطة اللي عايزة اتكلم فيها بقية فكرة الساينز، العلامات. فزي ما قلنا انها العلامة مهمة لتوجيه شخص، وانستراكشنال كمان يعني ارشادية، بتدي انستراكشنز او تعليمات ان هو بيتعامل ازاي في المكان اللي هو فيه. ايه الفرق ما بينها وما بين السيمبلز؟ يعني في حاجة اسمها رموز او سيمبل. طيب السيمبل هي بتعتمد على الرمزية. يعني عندك الساين بتديك explicit straightforward meaning، معنى مباشر دايركت تماما. اصل هو مش عايز يلخبطك هو مش عايز يحصلك obfuscation، يعني اللي هو انا لسه هقعد ادور انت تقصد ايه، اما تقولي دايركت انت عايز تقول ايه. فده بالنسبة للساين. لكن بالنسبة للسيمبل لا، هو بيديك معنى كده implicit، عايزك انت تقدر انت تستوعبه وتعرفه وتفهم هو عايزك تفهم ايه من الحاجة الرمزية دي. ممكن يبقى حاجة، يعني حاجة مثلا زي رسمة، حاجة painting معين، wall painting، رسمة محطوطة على الجدار أو على الحائط يعني. فأنت المفروض تفهم إن الرسمة دي بترمز لإيه، شكل ما، علامة ما، أي شكل ما، بس يعني بيرمز لحاجة معينة. فدي فكرة السامبل. تبقى indirect، ما بتديكش، مش بتديك explicit meaning زي الساين very direct، عشان هو مش عايز يلخبطك، عايز يوجهك لسلوك معين او تصرف معين او اتجاه معين، او يقولك الحاجة دي forbidden، ممنوعة وما ينفعش ان انت تقوم بيها مثلا في المكان ده. لكن السامبل ممكن يبقى ليها different interpretations. يعني هات اتنين will interpret differently، يعني هات شخصين، اخين كمان، كل واحد يعني ممكن يشوفها بشكل مختلف. يقولك مثلا دي معناها انه طبعا مش على مكان خدمة يعني، بس على فكرة الرمز عامة. الرمز ده مثلا بيرمز لشخص عنده feeling of depression مثلا، لكن التاني يقولك لا لا لا، ده feeling of anxiety، هو مش مكتئب، ده هو قلقان او متوتر. وممكن في الاخر يطلع ليها معنى تالت خالص غير اللي هما الاتنين استنتجوه من الرمز ده. فدي فكرة السيمبل. الارتفاكت معناها حاجة من صنع بشر crafted by humans، بتستخدم mainly او يعني حاجة فنية بتستخدم في الأغلب كشكل جمالي. عندك مثلا زي ما قلنا الوول بينتينج أو الرسومات اللي على الحائط. في حاجة اسمها فلور كفرنج، ممكن الأرضية نفسها يعني مثلا كيدز اريا، فعمل لها كفرنج معين مثلا. بتستخدم عشان الاتراكتيفنس، زيادة جاذبية المكان في أعين الجيستس أو العملاء. ده كده كان فيديو قصير. بقية الفيديو تاني فيديوهات جاية هنتكلم عن حاجات مهمة جدا، انتظروني.